النهارده بنحتفل بإنجازات الرئيس محمد مرسي، أفضل رئيس في تاريخ مصر، هو اللي حقق أهداف ثورة 25 يناير. بس احنا ما شفناش حاجة من أهداف الثورة. هي مش كانت تعيش حرية عدالة اجتماعية؟ حتى لو ما تعيش هي فين؟ ده احنا بقينا نكمل عشان نموت. يوم 30 يونيو كلنا هننزل عشان نخلص مصر من النظام ده، ان شاء الله حتى البلد كلها تقف. يوم 30 يونيو يوم قيامه، يا اما هتكون بدايتنا يا اما هتكون نهايتنا، وفي الحالتين احنا مكملين. والله العظيم والله البلد دي مناقصة، كفاية وقف الحياة اللي احنا فيها. أي حاجة بتحصل بتيجي فوق دماغنا. الناس بقت تسيب أشغالها وناس تانية مرتباتها بتقل. بذمتك مش دور في حل واحد. يكفي إن الرئيس خلى الناس تتكلم وبقى ليها صوت عالي، كفاية الأمان اللي حققه للناس في الشارع، وكفاية فرص العمل اللي وفرها للشباب. الراجل بيموت نفسه عشان الشعب يستريح. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لازم نحس بيه، مش انتوا اللي بتقولوه بس. فين الأمان والعربيات اللي بتتسرق كل يوم في عز النهار؟ والأطفال اللي بتتخطف كل يوم؟ والبلطجية اللي بتقطع الطريق على الناس كل يوم؟ هنعتصم قدام القصر اسبوع 2 شهر سنه مش مهم. هنعمل عصيان مدني، اضراب عام، فوضى في كل مكان لحد ما نلاقي الحكم ده. بالله عليك وحياة أغلى حاجة عندك، شوف أي حل تاني غير ده. أنا مش عايز يجي عليا